ازيكم؟ معاكم أدري. اتمنى لو تشوف الحلقة على التيك توك تعمل لايك وفولو وتعملها شير، ولو بتشوف على اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس يجيلك كل جديد. أخبار نادي الزمالك وفيوتشر في ربع النهائي بكرة الحد بإذن الله. القائمة بتاعت الزمالك ظهرت، كانت قائمة الزمالك بتضم كل من محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين حراسة المرمى. خط الدفاع كان موجود فيه حمزة المسلوسي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، واحمد فتوح. خط النص كان فيه نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، واحمد حمدي، مصطفى شلبي، زياد كمال، شيكابالا، زيزو، ومهاب ياسر، ويوسف اوباما. خط الهجوم كان فيه كل من سامسون اكينولا، ناصر منسي، سيف الدين الجزيري. جوميز استبعد مين؟ استبعد محمود علاء، محمد عاطف، سيد عبد الله، نيمار لوجهة نظر فنية. السنغالي ابراهيم نضاي غاب بسبب اكتمال جهازته الفنية. برضو الزمالك فقد خدمات كل من محمد أشرف رؤى بسبب لسه عنده الإصابة بتاعة العضلة الخلفية. نفس الكلام الأوغندي ترافيس موتيبا لسه ما كانش لسه وصل مصر، فما كانش ينفع يضمه للقائمة. بالإضافة إلى عبد الله سعيد، ناصر ماهر، وسيف وجعفر اللي شاركوا مع فرق تانية في البطولة الأفريقية. الماتش هتلاقي بكرة الساعة 9. التشكيل المتوقع من وجهة نظري في المباراة ديت، أول حاجة يعني مستغرب استبعاد عبد الله نيمار، يعني سيد نيمار بقاله فترة كده مجنبه، برغم ان هو واحد من الوينجات الكويسة. عمر جابر بيأدي في الباك اليمين كويس، بس اعتقد سيد نيمار كإضافة هجومية هو ممتاز. هو ممكن بيلعب بعمر جابر عشان الدفاع، بس على الأقل يبقى عندك بديل ليه في الجنب اليمين، لأن ما عندكش حد. وما تقوليش ان المسلوسي ان انت هتبقى معتمد عليه اللي هو بيلعب في النص. انت خلاص بتلعبه في قلب الدفاع، هيبقى هو ده البديل بتاعك. طب انت لو حرفته وجبته على الوينج هتلاقي مين مكانه في القلب؟ ما عندكش حد بنفس الكفاءة. دي اللقطة الوحيدة اللي انا مستغربها، خروج سيد نيمار. المهم خط التشكيل المتوقع بالنسبة لي في الماتش دوت هيبقى كالتالي: حراسة المرمى المفروض هيبقى محمد عواد، هو اللي شايل الزمالك الفترة اللي فاتت، وزي ما كنت قلت في فيديوهات قبل كده ان هو مش هيشتغل بقصة التناوب مرة تانية. دي الاخبار اللي طالعة من نادي الزمالك رسميا. خط الدفاع هيتكون من مين؟ المسلوسي وحسام عبد المجيد قلبين دفاع. الباكات هيبقى عمر جابر اكيد، واحمد فتوح. خط النص اعتقد هيبقى بيلعب نبيل عماد دونجا اللي هو الاساسي بالنسبة له. هيبقى قدامه مين؟ محمد شحاتة. وتوقعي التاني، يعني هو دايما بيحب يلعب يوسف اوباما، بس انا اتوقع الماتش ده هيلعب احمد حمدي اللي اثبت كفاءته الهجوميه والحلول اللي بيقدر يوجدها، وهيبقى بديل جيد سواء لناصر ماهر او عبد الله السعيد. فهيبقى الثلاثه بتوع خط النص، دونجا معاه شحاته واحمد حمدي. الثلاثه المهاجمين اللي هيلعبوا لا خلاف عليهم طبعا: احمد سيد زيزو يمين، افضل وينج يمين في مصر. ناحيه الشمال هيبقى مصطفى شلبي. وفي الهجوم هو عنده 3 اختيارات، بس هو دايما بيبتدي بناصر منسي، وبعد كده بيبدله سواء بالكسيري او باكينولا. انا توقعي الشخصي ان هو هيبتدي بناصر منسي. المباراة على حسب تصريحات جوميز، هو شايف ان لعيبة فيوتشر هتبقى نازلة متحمسة جدا عشان يعملوا حاجة، عشان زميلهم احمد رفعت عايزين يدولوا الفوز. فبيتكلم ان الماتش هيبقى تقيل جدا. تاريخ المواجهات ما بين الزمالك وفيوتشر، فيوتشر ما فازش ولا مرة على الزمالك. كل شيء وارد، بس هي مباراة هتبقى صعبة جدا على الزمالك. أتمنى فوز الأفضل، لأن في الأول في الآخر الفرقتين مصريتين. وصول واحدة منهم لدور نص النهائي في الأول في الآخر هو إضافة للكرة المصرية. بالتوفيق للفرقتين، ونتمنى مباراة كويسة جدا بكرة. سلام.